اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب، والنهارده هنراجع روايه ارض زيكولا 3 بين قوسين وادي الذئاب المنسيه. روايه وادي الذئاب المنسيه من تاليف الكاتب عمرو عبد الحميد، ومن اصدار دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، والطبعه الاولى من الروايه صدرت عام 2023، وعدد صفحات الروايه هو 294 صفحه، وغلاف الروايه من تصميم كريم ادم. وحابب انوه ان المراجعه دي طبعا ما فيهاش اي حد لاحداث الروايه، ولكن وجب التنويه برضو ان الروايه دي هي جزء ثالث، فمش اكيد اننا ما نحرقش في احداث الجزئين اللي فاتوا. مش هيكون اكيد الحرق، ولكن ممكن يكون بدون قصد، فلو ما قريتش الجزئين اللي فاتوا يا ريت تاخد بالك ان ممكن يكون في حرق لاحداثهم في المراجعه دي. ومن هنا ممكن ندخل في ملخص القصه. احداث روايه وادي الذئاب المنسيه بتبدا مع خالد، بطل ثلاثيتنا المعهود، ولكنه دلوقتي كبر، وصل لسن ال40 وعاش حياته واتجوز وخلف ومر بيه الزمن. بتتواصل مع خالد باحثة بخصوص صورة هو نزلها من فترة على الفيسبوك فيها شخص معين شكله غريب ومتصور بوضعية غريبة، متصور وهو شايل على كتفه ذئب ميت، وبتقول له ان الذئب ده ما ينفعش يكون في الصورة دي، وده لان الذئب ده انقرض من قرون، وازاي اصلا هو وصل لانه يكون على كتف الراجل ده في الصورة دي. وبتطلب منه انه يساعدها في انهم يوصلوا لاصل الموضوع ده، واللي ممكن يكون اكتشاف العصر كله. يمكن دي حاجة تكون غريبة وغير مفهومة بالنسبة لشخص عادي، أو يمكن حتى تكون حاجة ملهاش قيمة بالنسبة لشخص تاني. إيه يعني صورة فيها ذئب منقرض؟ أنا مالي. ولكن خالد وبسبب المغامرات اللي عاشها قبل كده في شبابه والعجايب اللي شافها، الموضوع حاز على اهتمامه، وبيبدأ خالد يتحرك علشان يفك لغز الموضوع. ولكن وللأسف تحرك خالد ده بيتسبب في كوارث عامة وكوارث شخصية ليه، بتخلي قرار ان خالد يكمل ورا القصة دي وانه يرجع تاني لأرض العجايب شيء اضطراري مش اختياري بالنسبة له. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ومن هنا نروح للمناقشة. طيب في البداية خلوني اقول لكم ان رواية ارض زيكولا 3 بين قوسين وادي الذئاب المنسية مش رواية وحشة ومش رواية حلوة، او يمكن هي رواية كويسة ولكنها اهدرت فرص كتير جدا انها تكون رواية احسن بكتير قوي. خلونا نتكلم. الشخصيات في الرواية فيها نقطة مميزة شوية، وهي ان اغلبها شخصيات جديدة على احداثنا. الحقيقة انا كان من اكتر تخوفاتي هو ان ازاي هرجع افتكر كل شخصيات احداث الاجزاء السابقة، ولكن الكاتب تعامل مع ده بذكاء الى حد كبير جدا. خلوني اقول ان روايه وادي الذئاب المنسيه مش محتاجه انك تكون مراجع الجزئين السابقين علشان تفتكرها، ولكن طبعا يفضل تكون قريتهم علشان تفهم باقي الاحداث. ولذلك قدرت اتعامل مع مشكله الشخصيات لانها على الاغلب كانت شخصيات جديده بيتم تقديمها من الاول. مش عارف ليه بس كنت حاسس ان تقديم الشخصيات كان جاف قوي، كان مباشر جدا، حسيته كانه كان تأدية واجب. احنا مضطرين نقدم الشخصيات فهنقدمها. ما كانش في ألاعيب في التقديم أو محاولات لضخ الشخصيات دي في نطاق الأحداث، وده كان متواجد بقوة على فكرة في الجزء الأول. ولكن بشكل عام الشخصيات كانت كويسة وتفي بالغرض، بتساعد أحداثنا على إنها تستمر وتتقدم. يمكن الجزء الأفضل في جانب الشخصيات كان تطور شخصية خالد اللي أصبح أكبر سنا دلوقتي، أكثر خبرة من الجانب الحياتي ومن جانب معرفته بأرض العجائب كمان. شخصية نوح كمان تصميمها كان جيد جدا رغم المباشرة في بعض الجوانب، ولكنها كانت برضو جيدة إلى حد كبير. السرد والتعليق والحوار في الرواية كانوا باللغة العربية الفصحى، واللي كانت أفضل بكتير من اللي عهدناه من الكاتب. في تطور ملحوظ في مستوى اللغة، وأعتقد إن التطور ده دائم ومستمر، ودي كانت حاجة بالنسبة لي كويسة جدا، إن أشوف إن الكاتب بيطور من قلمه بشكل عام، مش بس من جانب اختيار المرادفات، ولكن كمان من الناحية الجمالية والأدبية والتشبيهية. ده ساعد كتير على إعطاء الرواية دي نقطة إيجابية. ايقاع الاحداث كمان كان سريع كعاده سلسله زيكولا. الكاتب مش بيحاول يمط في احداثها بشكل عام ولا يحط اي احداث زياده عن اللزوم او احداث ملهاش لازمه، وده عشان ما يفقدش العنصر الاهم في السلسله دي، وهي سهولتها وبساطتها وخفتها على القارئ كسناك لذيذ جدا ما تتعبش منه وانت بتقراه. ولذلك اقدر اقول ان الكاتب نجح في الجانب ده برضه، وقدر انه يحافظ على عنصر التميز ده. تسلسل الاحداث المره دي بسيط عن الجزئين اللي فاتوا بشكل اكبر، وده الحقيقة شيء منطقي جدا، خصوصا ان كتير من الاحداث بتدور بشكل مباشر قدامنا دلوقتي، فالتنقلات الزمنية والمكانية ما كانتش كتير زي الاجزاء السابقة رغم وجودها برضه. يمكن ما عجبنيش شوية بعض التسلسلات المؤدية للنهاية، شفت ان كتير منها كان ممكن يكون احسن ومرضي اكتر، والحقيقة النقطة دي قابلتني كمان في كتير من الاحداث والتبريرات والدوافع اللي كنت بقف قدامها كتير واقول ايوه بس الكلام ده مش اكتر حاجه تخش العقل يعني، وكان ممكن يتم استبدالها بحاجه تانية، او ان اضطر ان اسقط نقله من دماغي علشان امشي الدنيا واقول معلش اهو مبرر وخلاص ان كذا يحصل. واخص بالذكر مثلا سبب اصلا ان خالد يرجع عالمنا ده من الاساس، سواء مكالمه الباحثه او المبررات اللي حصلت بعد كده خلته مضطر يرجع ارض العجائب تاني.
يعني نهاية الرواية جيدة ومقبولة بشكل عام، مش سيئة ولكنها برضو مش أحسن من الأجزاء السابقة. الأجزاء السابقة نهايتها أحسن بكتير. ممكن حد يعترض معايا في ده، ولكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية برضو. أنا شايف إنها كانت محتاجة تمعن وتفكير أكتر من كده. بشكل عام عالم أرض العجائب ممتد ويصلح إنه يطلع منه كتير جدا بعيدا عن أرض زيكولا بالذات يعني، ولذلك أنا منفتح جدا أقرأ تاني مغامرات لخالد، ولكن أعتقد إن الخطوة دي هتكون محتاجة دراسة وتمعن كتير علشان نقدر نطلع بنتيجة حلوة. واخيرا وليس اخرا، انا للاسف ما عجبنيش غلاف الجزء الثالث، وكنت شايف انه كان ممكن يكون احسن من كده بكتير. ومن هنا نروح للتقييم النهائي. الجزء الثالث من رواية أرض زيكولا بعنوان وادي الذئاب المنسية جزء جيد يا جماعة. الرواية مش وحشة، عودة كويسة لعالم أرض العجائب، ممكن يطلع من بعدها أجزاء تانية، الموضوع مش مقفول، ولكن أعتقد إنها كانت محتاجة وقت وتفكير أكتر في كتابتها عشان يبان فيها كمان تطور وصل له بالفعل الكاتب عمرو عبد الحميد، بس ينعكس بقى على عالم أرض زيكولا. وتقييمي لرواية وادي الذئاب المنسية هو 7/10، واحب جدا اقرا لسه اعمال من العالم ده تاني. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت تعملوا لايك الحلقه عجبتكم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وهتلاقوا الاكونت بتاعي على فيسبوك في الديسكربشن تحت. اعملوا لي اد عشان ما عندي في كتب وروايات، ويا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك الموجوده في الديسكربشن تحت. والى اللقاء في المراجعه القادمه.